السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلي معلول بيصدم جماهير النادي الأهلي، وكولر والخطيب بطلب غريب جدا عشان التجديد. هنتكلم برضه يا جماعة عن صراع الأهلي والزمالك على ضم الموهبة النيجيرية اللي مكسرة الدنيا في الدوري المصري. هنتكلم يا جماعة عن كل المواضيع دي، بس يا ريت تبقوا معانا في الفيديو الآخر. هنبدأ أول حاجة بعلي معلول، عشان بس هنجيب بس الموضوع ده من أوله كده. مبدئيا كده يا جماعة، للناس اللي مش عارفة إن علي معلول عقده هينتهي بنهاية الموسم اللي احنا فيه دون. وتاني معلومة برضو دي مهمة جدا، ودي المعلومة اللي ممكن توقف المفاوضات كلها، إن علي معلول عنده 33 سنة. تمام كده لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس. المفاجأة بقى إن علي معلول طبعا إدارة النادي الأهلي عايزاه يكمل معاها لأطول فترة ممكنة، وبرضه علي معلول عنده الرغبة دي إن هو يقعد مع الأهلي ويكمل لحد نهاية مسيرته مع النادي الأهلي. الكلام ده كله مفروغ منه، والكلام ده معروف. دلوقتي إدارة النادي الأهلي بدأت تفتح كلام مع علي معلول في حتة التجديد. قالوا له احنا عايزينك تجدد معانا وتكمل معانا، وانت من الاعمده الاساسيه والكلام اللي احنا عارفينه. وعلي معلول برضه موافق وكل حاجه، ولكن الصدمه تحصل فين بقى؟ من العقد يا جماعه. الاهلي عايز يجدد مع علي معلول موسم واحد بس، مع قابليه ان هو يجدد له موسم تاني اضافي في حاله ان المستوى ما قلش عشان احنا عارفين برضه ان علي معلول 33 سنه، فعامل السن ممكن يفرق معاه. ودي طبعا احنا ملاحظينها جدا في اخر مباراه النادي الاهلي، ان علي معلول في الهجوم سلاح خطير وفتاك ويرعب اي فريق ومزعج جدا للمدافعين، ولكن في الارتداد الدفاعي والرجوع للدفاع علي معلول حرفيا كارثه. عامل السن اثر معاه في حته الارتداد الدفاعي والرجوع الدفاعي، وبقى فعلا الاهلي عنده ازمه في الحته دي، عنده ازمه في حته علي معلول ان هو ما بيرجعش بسرعه عشان عامل السن فارق معاه. وعلي معلول تحس ان هو بيتكاسل ان هو يرجع عشان يعرف يكمل الماتش، عشان لو رجع بسرعه كذا مره مش هيقدر يكمل 90 دقيقه. لكن علي معلول تحس ان هو بيقسم مجهود، اللي هو يقول لك انا هاجم اكتر، اخلي كل طاقتي في الهجوم والدفاع. ممكن عادي اللعيبه تشن ورا مثلا، لعيب من نص الملعب يجي يقفل وخلاص والدنيا هتمشي. فدي حاجه احنا كلنا ملاحظينها، وكمان النادي الاهلي ملاحظاها. وكمان المشكله دي من الموسم اللي فات، لكن كانت مدريه شويه. دلوقتي اداره النادي الاهلي قالت له احنا حابينك تكمل معانا وعايزينك، بس هتجدد هنبدا نمشي معاك بسياسه السنه الواحده، اللي هو كل سنه اداء كويس هنجدد لك سنه اضافيه، لكن ما ينفعش اجدد لك بالمده اللي انت عايزها. علي معلول قال لهم انا شايف ان ده اخر عقد هقدر اكتبه في حياتي، عشان برضه انا كبرت في السن والكلام ده. فدلوقتي الاهلي قال له طب انت عايز ايه؟ علي معلول قال لهم عايز اجدد 3 مواسم. فطبعا الطلب ده عند الاهلي مرفوض. انت عندك 33 سنه عايز تجدد 3 سنين مره واحده؟ فاداره النادي الاهلي قالت له ازاي نجدد لك 3 سنين وانت عندك 33 سنه؟ فافرض مثلا الموسم الجاي ادائك نزل والمدرب بقاش عايزك، هنتدبس في سنتين زياده في العقد، واحنا مش حابين كده. احنا حابين نجدد معاك موسم واحد قابل للزياده موسمين حسب المستوى. فدلوقتي علي معلول رفض الكلام ده، قال لهم انا لعيب اساسي وانا عندي 33 سنه مع الاهلي ولعيب اساسي في منتخب تونس لحد دلوقتي. لو انتوا مش عايزين تجددوا لي 3 مواسم، انا جالي عروض كتيره من الخليج، من السعوديه، من الامارات، والناس دي ممكن اروح امضي معاهم 3 سنين عادي، والعروض دي جايه لي. فدلوقتي هي دي العقبه الوحيده ما بين الاهلي وعلي معلول والتجديد، فهي فتره التجديد. الاهلي متمسك بسنه مع قابليه تجدد موسم تاني، وعلي معلول متمسك بال3 سنين. فده يا جماعه مبدئيا كده انا شايف ان الاهلي بيفكر في مصلحته وبيفكر صح. والناحيه الثانيه انا شايف ان علي معلول برضه بيفكر في مصلحته وبيفكر في مستقبله. قال لك ده اخر عقد ليا، لو انا جددت سنه احتمال بعد ما اخلص السنه مثلا مستواي قل ولا حاجه والاهلي مش عايزني، فمش هيجي لي العروض اللي جايه دلوقتي. فدلوقتي الكلام اللي داير دلوقتي ان ممكن يوصلوا لحل وسط، ان هم يجددوا سنتين مع قابليه ان انت تجدد موسم ثالث عشان يرضوا الطرفين. ولكن في الاول وفي الاخر ده كله لسه كلام. الاهلي متمسك بالسنه وعلي معلول متمسك بالثلاثه، لكن بيقول لك ان احنا ممكن يكون في مرونه في المفاوضات ونوصل لسنتين ولا حاجه. فبس كده يا جماعه، هل انتوا شايفين جماهير النادي الاهلي ان فعلا علي معلول يستحق ان هو يقعد 3 سنين، ولا الاهلي موقفه صح وموقفه سليم في جزئيه علي معلول؟ مستني رايكم في الكومنتات. هنتكلم دلوقتي يا جماعه عن المهاجم النيجيري، الموهبه النيجيريه اللي مكسره الدنيا في مصر مع فريق بلدية المحلة. اللاعب اللي اسمه فيبو حكيم لاعب بلدية المحلة، اللاعب اللي مكسر الدنيا مع بلدية المحلة كأرقام حتى وكل حاجة. شفنا يا جماعة اللعيب دون. هقول لكم بس يا جماعة أكتر ماتش اتفرج عليه تعرف إمكانيات اللعيب دون، هو ماتش دنيا ما بين بلدية المحلة ونادي زد. نادي زد برضه يا جماعة احنا عارفين نادي زد برضه اللي عامل فريق محترم ودخل عمل صفقات برضه كويسة في الدوري، ونجح اللعيب ده إن هو يكسر الدنيا ولفت الأنظار لكل الفرق في الدوري المصري خصوصا الأهلي والزمالك. ولكن
لكن الزمالك انا شايف ان هو بعيد قوي عن المفاوضات دي، ان الزمالك داخل يهزر في الصفقه اللي انا شايفه ان هو ايه، الزمالك داخل يقول لهم ايه، انا داخل معاكم ايه في صفقه تبادليه، هاخد منكم فيبو حكيم واديكم سامسون ومقابل مادي. شفنا امبارح رئيس نادي بلديه المحله طلع قال لك فعلا الزمالك طلب مني فيبو حكيم مقابل سامسونج ومقابل مادي، ولكن انا شايف ان انا لو هتم الصفقه دي فانا هاخد المقابل المادي من غير سامسونج. بس الموضوع خلص ان احنا شفنا يا جماعه بلديه المحله مش عاجبها سامسون، واحنا كان كابتن امير الدهاء كان جايب لنا سامسون بيقول لك ده ايه امبابي افريقيا وده هيكسر الدنيا وهيبقى المهاجم الاساسي لنادي الزمالك وهتشوفوا ايه لعيب من كوكب اخر. احنا فعلا شفناه لعيب من كوكب اخر جاي من سامسونج ولا حاجه. فدلوقتي يا جماعه الاهلي دخل في مفاوضات جاده مع بلديه المحله من اجل خطف فيبو حكيم في الانتقالات الشتويه، عشان احنا عارفين ان لحد دلوقتي مركز المهاجم في النادي الاهلي لحد دلوقتي بعد مجيء موديتس برده في مشكله، وفي ناس كتير مش مقتنعه بموديتس تقول لك ايه بطيء وحركته بطيئه، مش هو ده اللعيب اللي احنا كنا ايه متخيلين، لعيب جاي من دوري ابطال اوروبا وكان بيلعب في الدوري الالماني. فدلوقتي اللعيب ده يا جماعه اللي احنا اللعيب ده يا جماعه من كام ماتش لعبهم في الدوري مع بلديه المحله اللي هم 3 ماتشات نجح ان هو يساهم ب4 اهداف من صناعه وتسجيل. واللاعب ده يا جماعه من اللعيبه اللي هتناسب خطه كوره جدا، اللعيب ده من نوع اللعيبه اللي بينزل بيلعب برجليه حلو مع اللعيبه وبرده بيفتح لزمايله الاجنحه وبيعرف يوزع هدايا على الاجنحه اللي هو النادي الاهلي مكسر الدنيا بالاجنحه بتوعه اللي هو حسين الشحات وبيرسي تاو او رضا سليم او عبد القادر. فاحنا عارفين ان خطوره الاهلي من الاجنحه، فهو اللعيب ده من البروفايل اللي هو بينزل نص الملعب وبيعرف يوزع كور حلوه للاجنحه واللعيبه بتبقى ايه جايه من ورا منطلقه لقدام. فدلوقتي كور ابدا موافقته باللاعب واداهم الضوء الاخضر للتعاقد مع اللعيب فيبو حكيم لاعب بلديه المحله. بس كده يا جماعه فده ملخص الموضوع. الاهلي النسبه الاكبر ان هو يخلص اللعيب، الزمالك بعيد خالص عن الصفقه عشان ما حدش يتعشم في حاجه. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر عندي سؤال، هل تتوقعوا اللعيب ده يجي يتالق مثلا مع الاهلي والزمالك؟ عشان احنا عارفين في لعيبه بتتالق مع فرق في منتصف الجدول وبتيجي فرق القمه زي الاهلي والزمالك بتحس ان هي اتحولت للعيبه ثانيه خالص. فبس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي لاي حد يقطعني الجمله مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.